قرية سرشكا رؤوس أغصان الأشجار المتدلية. منذ لحظة دخولنا لقرية سرشكا استقبلنا بحفاوة واحترام كبيرين من لدن أهلنا الكرام وشخص الأستاذ غازي حسن عساف، حتى وصولنا لمكان استراحتنا في قاعة لالش. كان أعضاء مكتب لالش في قرية سرشكا والأطفال في انتظارنا وهم يحملون الورود وسلة من الحلويات. هذا الاستقبال رائع لم نشاهده من قبل، بحيث أعطانا انطباعا إيجابيا بأن برنامج نافذة إيزيدية دخل قلب كل من يشاهده وأهالي هذه القرية بالذات. تقع قرية سرشكا على امتداد خط القرى الإيزيدية الممتدة بمحاذاة تلال سهل القوش، والتي تسمى بالقرى الواقعة تحت تل بنكند، وهي ثاني قرية بعد قرية دوغات من جهة الشمال. قرية سرشكا قرية إيزيدية تقع في ناحية القوش، قضاء الكيف، محافظة نينوى. تحدها من الغرب قرية دوغات، ومن الشرق خوشابة، ومن الشمال بيبان، ومن الجنوب قريتا تلسقف وباقوفة. قرية سرشكا تقع في ناحية القوش تابعة لمحافظة نينوى، وموقعها الجغرافي من الجهة الغربية قرية دوغات، ومن الجهة الشرقية قرية خوشابة ونفيرية، ومن الجهة الشمالية بيبان قرية بيبان ومجمع شيخكا، ومن الجهة الجنوبية قرى الإخوان المسيحيين تلسقف باقوفة. حدودها من ناحية الشمال بيبان وقرية شيخكا وقرية مكانة، قبل يسموا قرية مكانة، هسه ما بي أهالي تاركين القرية يسموا قرية مكانة من ناحية الشمال. ومن ناحية الجنوب قرية باقوفة وقرية تلسقف من قرى إخواننا المسيحيين. من جهة الشرق قرية خوشابة، ومن جهة الغرب قرية دوغاتا. القرية كانت تابعة لناحية القوش ولا زالت، وكانت تتبع قضاء الشيخان في سنة 70 بالتحديد. في 2071 تم تحويل أو استحداث قضاء آخر هي قضاء الكيف، فنقل من القوش، يعني القوش صارت تابعة بدل الشيخان إلى قضاء الكيف. أهمية الجغرافية تربط شلون نقول المنطقة الإخوان المسيحيين والعرب مع المناطق يسمونها بربني، معنى المناطق الجبلية، معنى يعتبر النقطة الواصلة بين شلون نقول المنطقة الجبلية والمنطقة السهلية. بالنسبة للقرى اليزيدية، احنا نعرف اليزيدية منتشرة في قضاء سنجار وقضاء الشيخان. قضاء الشيخان ممكن أن نحدد بالمناطق التالية: برآف، القرى التي تحيط قريبة من دجلة، ولحفة قائدية، المنطقة القائدية، وثم بربني، القرى المحاذية لسلسلة جبلية جبل بعذرة، ثم بنكندي اللي هي قرانا لسريشكا، قرية من هذه القرى، وهي حتارة، دوغات، سريشكا، خوشابة ونفيرية، وثم باسكي شيخ. هذا موقع القرية بالنسبة للقرى اليزيدية بشكل عام. آراء عديدة سمعناها حول اسم ومعنى القرية، لكن حسب تأكيد المتحدثين للبرنامج بأن على طريق دخول القرية كانت توجد سابقا قناة ماء تجري من القرية إلى قرية تلسقف، وتحيط بهذه القناة غابات الأشجار، بحيث الواصل للقرية لا يستطيع الدخول من كثرة الأشجار وتدلي أغصانها. هناك 3 احتمالات يعني أصل تسمية سريشكا. الاحتمال الأول يسمى سي ري، يعني القرية واقعة على ملتقى 3 طرق سيري،
والاحتمال الثاني يسمى سري تشيكا. سري تشيكا أي قمة الأشجار، يقال أنه كان الأشجار منتشرة في المنطقة، وسري تشيكا يعني قمة الأشجار. والاحتمال الثالث الذي هو أهم، وأنا شخصيا أعتقد أنه هذا الصحيح، جاءت من سري كانيا تشيك. يقال أن القرية كانت تسمى سابقا سري كانية. هذه النبأ يسمى كانيا دارا شاري. طبعا في القديم أعتقد حتى تصل إلى مرحلة آشورية، كان نبأ كبير ينبع من القرية يسمى كانيا دارا شاري، ويمتد إلى القرى المجاورة إلى تلسقف. ولوقت قريب جدا كان هناك شخص من تلسقف يسمى عم إسرائيل، يدعي إلى منطقة يعني قبل كم سنة 3-4 سنين، يدعي بأنه عنده حصة مائية من نهر القرية. يقول تعال دلوني وين النبع مال القرية. اجى ابنه، اجى حفر، قال أنا أريد حصة المائية، عندي بالسندات بالحصة المائية. فبعد اندثار هذه العين، عين المي، فسمى كانيا تشيك، سري كانيا تشيك، وثم سمي سري تشيك. أنا أعتقد التسمية الأصلية هو سري تشيك، سري تشيكا. المقولة المتداولة أنه سريشكا أكو مثلا من سريتشكا، مثلا أكو ساقي على أساس من تنبع من شلون نقول شمال القرية إلى قرية السخوف. كان في مثلا قبل 200 سنة أو أكثر، مثلا جهتين من الساقية كان كلها أشجار، والأشجار نازلة تقريبا شلون نقول إلى مكان ناس مثلا أنصل شيء. عندما كان مثلا شلون نقول الزوار أو يروحون مثلا يجون، كان مثلا الأغصان تمس رؤوسهم، يقولون سري تشيكا مثلا، هنا جاي من سري تشيكا. اسم القرية جاي من كلمة سري تشيكا، يعني نهاية الغصن الشجرة. يعني يذكرون في قديم الزمان كان مجرى نهر تجري جنوب قرية سريتشكا، ولحد الآن آثارها باقي. يعني قسم من القطع الأراضي السكنية، الأراضي الزراعية يسموه برجوي، يعني قريبة من مجرى النهر. تحيط بالقرية عدة بقايا وأطلال قرية تاريخية مهجورة منتشرة في الشمال والغرب من القرية، يعتقد بأنها تعود إلى العصر الآشوري، وأن قرية سريشكا هي امتداد لهذه القرية القديمة، وحتى أن بعض أحجار هذه القرية كانت واضحة للعيان واستخدمت للبناء من قبل بعض أهالي القرية أنفسهم. والله أنا أعتقد المراحل التاريخية اللي مرت بها القرية، كان المرحلة الأولى هي مرحلة كانيا دارا شاري، وكانت قرية كبيرة، وأعتقد كان مدينة في العهد الآشوري في غرب القرية الحديثة. الآن هناك آثار يعني مليئة باللقى الآثارية. وأول بنايتين من الحجر والجص أخذت أحجار بناية قديمة جدا. أنا جدي الشيخ حسين وأكو آخر يسمى كوتشك سليمان من القرية، أخذوا آثار بناية قديمة جدا، الأحجار مالته، وبنوا بها قصرين، قصر كوتشك سليمان وقصر الشيخ حسين، لا زالوا أقدم قصرين في القرية. المرحلة يعني هذه، بعد اندثار هذه الحضارة، بعد نضوب النبأ، بنيت قريتنا.
آثار عديدة تنتشر في جبال وسهول ووديان المنطقة، لكن لم يبحثوا أو ينقبوا عنها بشكل جيد، حيث إلى قبل عدة سنوات كانت بقايا أطلال قرية قديمة موجودة في أطراف القرية، مما يدل على المنطقة تحوي آثارا عديدة، وهي بحاجة إلى التفات المعنيين بالآثار للمنطقة وإجراء المسوحات الخاصة من أجل التنقيب عن الآثار وتقدير أعمارها وإلى أي زمان تعود. أقدم الآثار الموجودة اللي هي بمحاذاة القرية من الناحية الغربية. هذه المنطقة غنية جدا باللقى الآثارية، اللقى الآثارية من حيطان ومن نحن نسميه كالوك، يعني فخارية. هذه كان مدينة كبيرة في السماء. من ناحية الغربية هناك آثار لقرية أخرى يسمى قرية الشيخ ندر، لأن فيها مقبرة قديمة جدا. في المنطقة الشمالية هناك آثار قرية أخرى اندثرت وتذكر في أقوالنا، في قول مو آشي محبتي، في قول أعتقد مسكين تاج الدين، يذكر قرية علي شير. مسكين تاج الدين عندما رحل من لالش إلى الشام مر بهذه القرية. هذه القرية اندثرت الآن، لكن هناك التل يسمى تل علي شير. هذه أثر من الآثار اللي موجودة. بين آثار في الجهة الغربية من القرية مبينة، ويسمونها برجو. لحد الآن مثلا هناك أواني فخارية، وإذا أشوف مثلا أكو وادي مرات في خاصة في أيام الربيع لما تجينا ماي مثلا يفيض، ينزل شلون نقول كتل ترابية تبين مثلا آثار، معنى دلالة على أنه كان المنطقة مسكونة مثلا تاريخيا. وفي الجهة الشرقية في منطقة هنا اكو مزار الشيخ ندار، لحد الآن آثار مقبرة، مثلا مقبرة موجودة وآثار القبور مبينة، معناه واضحة، معنى دلالة على أنه معنى مرت عليها شلون نقول حقب تاريخية ومثلا مسكونة من زمان. يصل عدد سكان القرية إلى ما يقارب من 600 نسمة، وتفتقر القرية إلى المراكز الثقافية والفنية باستثناء مكتب لمركز لالش الثقافي والاجتماعي يقدم بعض الخدمات المتواضعة لأهالي القرية من الجوانب الثقافية والفنية ودعم الأنشطة التربوية. جيت أقيم القرية وعدد المثقفين كان عدد يعني كلش قليل، يعني تألمت كلش قرية بهالعدد السكان وعدد المثقفين. يعني كانت نتائج هاي الخسارة وهاي الخارجين اللي راحوا منه واللي بطلوا على مود هاي المعاناة لربما بسبب هاي الظروف الصعبة. خلال هاي الفترة من 2003 إلى هسه يعني الأعداد زادت أضعاف الأضعاف. طبعا شوية صارت سهلة والسيارات ومو مثل قبل، والحمد لله هسه مستوى القرية الثقافي لا بأس به. يعني أبرز النشاطات الثقافية هنا مثلا عندنا مركز لالج بن كندي، تضم 4 قرى، وهي بن كندي معناه اكو سلسلة جبلية او سلسلة شلون نقول تلول تربط بين شلون نقول مناطقنا والمناطق الذي مثلا بيبان شيخكا القوش. المناطق الجو هاي التلول يسموه بن كندي، وهاي المكتب باسم هاي المناطق بن كندي تشمل دوغات، قرية دوغات، سريشكا، خوشابا، نفيرية. أبرز نشاطاتها مثلا هناك نشاطات كثيرة مثلا ثقافية، فنية، تعليمية، تربوية. دائما مثلا نقوم بهاي النشاطات في هاي المنطقة. نفتح دورات مثلا للطلبة المكملين، ومثلا دورات تثقيفية علمية. وعندنا جمعية مثلا الجمعية الخيرية تأسست عام 2009، ومنذ تأسيسها مثلا قامت بنشاطات كثيرة. في نفس السنة تأسست أولا قامت بحملة تطهير جماعية حوالي 300 تطهير 300 طفل، وقبل سنة هم قاموا بحملة تطهير حوالي 256 طفل من مثلا لأبناء القرية والقرى المجاورة. وكذلك تقوم بمساعدة مثلا
المرضى المزمنين، مثلا أمراض مزمنة أو حالات شلون نقول الاضطرارية أو حالات المحتاجين مثلا فد مرة مثلا الفقراء. اكو مواهب فنيه جدا بقرانا، بس للاسف الشديد دا اشوف مو بالمستوى المطلوب، دورات ماكو، اهتمام ماكو، يعني للاسف بهذه الظروف السهله هسه وبالعراق الجديده احنا وصلنا الى، المفروض يعني هسه قريتنا ما لا يقل بال1000 طفل متروكين بالزقاقات، وهاي لا دورات تعليم لا اهتمامات فنيه، ماكو شيء. فنناشد المراكز الثقافية والمهتمين بهذا الجانب أن يعيدوا النظر في هاي الحالة، وشوية يهتمون بدورات تعليمية. تعرفون هسه صار عصر العولمة والإنترنت والحاسوب، فصعبة على أطفالنا يعني يعبرون مراحل ويتجاوزون هاي المراحل ما لم يدخلون دورات تعليمية. أسهم أهالي القرية الخيرون بفتح المدارس في قريتهم منذ الخمسينيات من القرن الماضي، وتعتبر مدرسة قرية سرشكا أول مدرسة في منطقة بنكند كان يقصدها الطلاب من القرى الأخرى المجاورة. ومن هذه الجهود تخرج المئات من الطلاب وانخرطوا في جميع مناحي الحياة. وللقرية اليوم عدة مدارس ويقصدها المئات من الطلاب وبمختلف المراحل الدراسية. أول مدرسة تأسست في 1954، ودلالة على أن لأهل القرية اهتمام بالتربية والتعليم. أحد وجهاء القرية قام ببناء مدرسة وتم تأجيرها، معنى هذا التشجيع للتعليم. يمكن لو ما باني مدرسة ما كان احتمال مثلا يفتحون المدرسة. واسمه بيت علي حسن رشمان مثلا قام ببناء مدرسة وتأجيرها للدولة لحد 1980، مع أن كان المدرسة شو نقول على حساب القرية، مثلا مؤجرة مثلا مدعومة من القرية. والآن هناك 4 مدارس، 3 مدرستين اسمها مدرسة تيكست الأساسية، ومدرسة شنقوار الأساسية، ومدرسة متوسطة الأساسية، وثانوية العربية. التربية والتعليم أنا أعتقد قريتنا من أقدم القرى في المنطقة التي تأسست فيها المدرسة. تأسست الابتدائية بطلب من وجهاء القرية في سنة 1954، أول ابتدائية في المنطقة، وأعتقد أقدم ابتدائية في المنطقة كلها. كان يأتوها الطلاب من القرى المجاورة، وبدأت تخرج طلاب. وأعتقد في السبعينات كانت الرعيل الأول من الخريجين من معلمين، وعندنا كاتب نفوس، وعندنا خريجين كليات، أساتذة في المجال الطبي، في المجال الزراعي. هذا هو حاليا ما يقارب من 1300 1400 طالب من بين ابتدائية ومتوسطة وثانوية. هناك 3 مدارس ابتدائية في القرية، ومدرستين ثانويتين باللغة الكردية واللغة العربية. هذا بشكل عام المستوى الثقافي. لكن هناك بعض العوائل، يعني أقدم موظفين 2 بالقرية كانوا في سنة الخمسينات، وهم الشيخ رشو كان كاتب نفوس معروف. هذه العائلة كان يعني عائلتنا هي خاصة تهتم بالثقافة وتهتم بالعلم، فتخرجوا 2 منها، له الشيخ رشو والشيخ زين الدين.
أما الحالة الاقتصادية والمعاشية لسكان قرية سرشكا فتعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات وعلى الوظائف في الوقت الراهن، بعد أن تراجع دور الزراعة وتربية الحيوانات بسبب سنوات الجفاف وعدم دعم الفلاح اقتصاديا من قبل الدولة. ومما شاهدناه ونحن نتجول في قرى الإزيدية في منطقتي بنكند وبربنة التشابه الكبير في أسلوب معيشة الناس اليومية، وهي الاعتماد على 3 مصادر، وهي الزراعة الصيفية والشتوية وتربية الحيوانات والمواشي والتوجه نحو الوظائف. قريتنا سبق سابقا أنه تسمى من قرى بنكنت، يعني القرية مالتنا من ناحية الشمال تلول غير صالحة جدا للزراعة، تعتبر كمراعي. هذا من الجانب الحيواني. كان سابقا إلى سنين سابقة هناك عدة قطعان من الغنم ومن الأبقار تربى في القرية. ومن الناحية الجنوبية تسمى سهل، يعني دشت، سهل منبسط غني بالزراعة، يزرع المحاصيل الصيفية والشتوية. الصيفية الله أنعم علينا بالمطر، فيزرع البطيخ، مشهورة جدا بالبطيخ والترعوس، هذه محاصيل صيفية ديمية. والمحاصيل الشتوية الحنطة والشعير والحمص والعدس. لكن في السنوات الأخيرة أعتقد اجت موسم الجفاف تقريبا، وتخرجت أفواج القرية، خرجوا أفواج من الموظفين تعينوا، صار حالة الاقتصادية تميل إلى الوظيفة. ثم هناك جيش من العمال اللي يشتغلون في مختلف المرافق الاقتصادية في بغداد وفي أربيل وفي سليمانية في مجال الفنادق والمطاعم وإلى آخره. الحالة الاقتصادية يعني تقريبا نقول 85 أو 95% معتمدة على الزراعة. هسه في السنوات الأخيرة بدأ يعني بعد ما يعني صار مر فترات الجفاف، فالتجأ الناس إلى الوظائف. فصار الحمد لله يعني عندنا موظفين هواة بالقرية. بس الشيء اللي واحد يشعر مثل ما يقول بالألم والمرارة، لهالقرية تقريبا عدد نفوسها 6000 نسمة، يعني ماكو بنات موظفات. يعني هذا الشيء يعني أعتقد نقدر نعتبره جانب سلبي علينا، عدم اهتمام المنطقة بالعنصر النسوي. يعني مثل ما يقول العنصر النسوي تشكل نصف المجتمع. هسه مثلا احنا نقول القرية 6000 نسمة، بس عندنا مدرستين، وهذنهم مدرستين ما كانوا من القرية، يعني صح أهلهم من القرية بس هم كانوا ساكنين بالموصل، بينما اكو شباب يعني الحمد لله تقريبا ازيدهم مدرسين وموظفين ومعلمين بالقرية. الحالة الاقتصادية اعتيادي مثلا كباقي المناطق، الاعتماد الكلي في مثلا سابقا كان على الزراعة وتربية الحيوانات، ولكن بسبب الظروف الجفاف مثلا خاصة في السنوات الأخيرة تحولت الناس معنا من الزراعة وتربية الحيوانات إلى أعمال حرة. وأكثر شيء مثلا هنا مثلا تقريبا نقول حوالي 100 موظف عندنا مثلا بين الموظفين الدوائر وما في سلك التربية والتعليم، وكذلك الأعمال الحرة مثلا الكسبة مثلا بالبغداد يشتغلون، سليمانية بأربيل في الفنادق والمطاعم والمعامل. وهناك معامل هنا مثلا أعمال حرة، مثلا معامل الألمنيوم، بلاستيك، معامل حدادة، أكو مثلا بشغلات حرة داخل القرية. يعاني الناس في هذه المناطق من سوء الخدمات الأساسية، حيث لحد الآن ما زالت شوارع القرية طينية، وكما تعاني من نقص في الخدمات الطبية والماء والمجاري والكهرباء، مما يدفع الناس للمطالبة ومناشدة المسؤولين لوضع حد لهذه المعاناة اليومية. حاليا قريتنا ما يقارب
5000 إلى 6000 نسمة. هسه إذا تفطرون بالقرية كلها كلهم يشتكون من شحة المياه. فالفترة التوصل اللي وصل إلى العراق الحديث طبعا حاليا نعاني من خدمات خاصة تبليط الشوارع الداخلية. القرية قبل كانت 20 إلى 30 بيت، ما شاء الله هسه 700 بيت. إذا كل بيت فقط الوساخة مال البيت يزتون بباب الحوش، شو يصير بالقرية؟ صارت تطورات شوية لكن ليس بالمستوى المطلوب. فنناشد كل المسؤولين، نناشد كل الأحزاب، نناشد كل واحد من موقعه، المسؤولين وبالدرجة الأولى إخواننا اليزيديين. الآن احنا في موقف كل من يبكي على ليلى، كل يزيدي مسؤول بمنطقة بموقع إداري بأي شغلة الآن حان الآن أن يخدموا أبناء جدتهم. توجد في قرية سرشكا عدة عشائر إيزيدية وهم من مختلف طبقات الديانة الإيزيدية، وتربطهم روابط عديدة منها الانتماء لديانة واحدة ورابطة المصاهرة والتداخل العائلي، وهم يعيشون بمحبة واستقرار. ولوجهاء القرية والمختار دور في توعية وإرشاد الناس نحو التعاون والتكاتف ونبذ الخلافات. العشائر الموجودة بالقرية هي العشيرة الباسكية والعشيرة القائدية والعشيرة الختارية بشكل عام. هاي الثلاث عشائر موجودة. وبالنسبة للطبقي أكو شيخ وبير ومجاور القرية أكو اللي هو سادن المزارات، خادم المزارات بالقرية. الطبقات الموجودة في القرية الشيخ بير مريد. من الشيوخ موجودة الشيخ حسن، شيخ حسن، الشيخ ناصر الدين، الشيخ فخرة، بيرافات، ومريد اكو مريد مال ناصر الدين، مريد امادين، مريد الشيخ فخر. بس ازيد يعني المريدين الموجوده في القريه مريد ناصر الدين سموه باسدكي. وقرية سرشكا كباقي القرى الإيزيدية تنتشر فيها عدة مزارات لأولياء الإيزيدية، ولها أعيادها ومناسباتها الخاصة تسمى بيوم الطوافة. وكذلك يقصد الناس هذه المزارات أيام الأربعاء والجمعة. ويعتبر مزار الشيخ بادر أهم مزار في قرية سرشكا، حيث يجتمع فيه رجال ووجهاء وكبار القرية لتداول الأمور الاجتماعية وكل ما يتعلق بشؤونهم الخاصة والعامة. أهم المزارات تقريبا 7 مزارات موجودة: مزار الشيخ بادر، مزار أمادين، مزار الشيخ الزري، مزار خاتون فخرة، مزار قابان زرزة، مزار الشيخ ندر، وأكو نشانقة هني أكو قبة صغار بالقرية نسميه برواري، الشيخ مسور. بشكل عام المراسيم الدينية نقدر نقسمها إلى قسمين. قسم المراسم الدينية بالنسبة لعامة اليزيديين اللي هي سنة صالح، عيد رأس السنة في أول 4 نيسان الشرقي، وعيد الصوم في شهر 12 25/12، وعيد الجماعة، عيد الجماعة الذي يشاركون بها أهل القرية في لالش، وعيدين مهمين أيضا واللي يعمل صمات يعني أكل المقدسة في بيت المجاور، اللي هي عيد 4 عينية الشتاء و4 عينية الصيف. هالعيدين مرتبطين بالتواقيت تواقيت الصيف والشتاء. هذا بشكل عام. أما بشكل خاص بالنسبة للقرية هناك عيد يسمى عيد الطوافة. عيد الطوافة معروفة هذه بالقرى اليزيدية، ويقف في الشهر الخامس في يوم الاثنين عادة في الشهر الخامس. اكو طوافين: طواف الشيخ بادر احنا نسميه درويش ادم، وطواف الاخر يسموه طوافه امادين.
وفي نهاية مشوارنا في قرية سرشكا ودعنا بالحفاوة نفسها التي استقبلنا بها. وأما أنتم أعزائي مشاهدي قناة عشتار وبرنامجنا فداء زيدية، ابقوا مع هدية البرنامج ومعزوفات على الطنبور للفنان الشاب جميل حجي حسو من أهالي قرية سرشكا. يا دير بني مقرك مهلاتيش عليك يا زبرين دارين ركا مهلاتيش عليك يا شوقها بيتنا باغو ميرغانو كان يا زبرين دارين أخاخ لمين اوي اوي لمن اخاف لمن اوي اوي لمن حالي من حالي ديادي مقون برين داري خو دربانكين شهيدي خو بشيرين دوام برينداري خودر معاكين شهيدي خو بشيرين دوام سند خوين بشي خادي بشي محمد دوام بيجي خوكا مناي جا خوكا مناي حتى آلا صفيرك نبي نمسر زوزاني بلا لشهر داي برينداري أخاق لمن هوي هوي لمن أخاق لمن هوي هوي لمن حالي من حالا أيلي قولي قولا مني شيرين البرد مني أيلي قولي قولا مني شيرين البرد مني قولي نادم مالي دني أسر قولي تنكشتني قولي نادم مالي دني أسر قولي تنكشتني قولي كسكو صور زراني شام آلي سرا قولي كسكو صور زراني شام آلي سرا ادي رنگ سے في جوهرا ادي رنگ سے في جوهرا قدر نشانا من آيلي قولي